السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي كويزين تودا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفه ديال شباكيه تجي معلكه وشاربه العسل وبنينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الطريقه. وعواشركم مبروكه، الله يدخلوا علينا وعليكم بالخير وبالهنا يا ربي. بسم الله. غنبدا لكم بالمقادير. عندي 2 كيلو ديال الفورص ديال الحلوى النوعيه الجيده، وعندي 2 معالق كبار ديال حبه الحلاوه و2 معالق كبار ديال اليانسون اولا النافع. نتوما الا بغيتو ديروا كيلو ديال الدقيق ديروا غير نصف المقادير. غنضيف 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وغنضيف شويه ديال مسكه الحره طحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي باش طحن لكم دغيا. ضفت شويه ديال الملحه، وغنضيف معلقه كبيره ونص ديال خميره ديال الحلويات. يعني انا ضفت معلقه كبيره وحده صغيره، يعني معلقه كبيره ونص ديال الخميره ديال الحلوى. صافي غنحرك النواشف مزيان تينسجموا مع بعضياتهم. عاد نضيف المكونات الاخرين. انايا نسيت القرفه، زدت القرفه 2 معالق صغار ديال القرفه وشويه ديال الكوزه اختياريه. صافي غنخلط العناصر تينسجموا مع بعضياتهم، وعاد غنضيف المكونات الاخرين في الخلاط الكهربائي. غندير 2 كيسان ديال الجنجلان مطحون ومغربل من قبل، وما يكونش محمر، ما غنحمروش، غنديرو خضر. و2 كيسان ديال اللوز مطحون ومغربل حتى هو، كلشي يتغربل. صافي غندير كلشي في مولينيكس، وغنضيف ليه 2 كيسان الا ربع ديال الزيت و2 كيسان ديال الزبده، وغندير كلشي يتخلط تينسجموا العناصر كاملين. وعاد غنضيفهم للدقيق. بهذه الطريقه كنسجموا لكم العناصر دغيا بسهوله. صافي غنخلط القرفه تنسجم مع الدقيق، حيت نسيت ما ضفتهاش من الاول مع المكونات الاخرين. عاد غنضيف الخليط ديال اللوز والزنجلان والزبده والزيت. نتمنى تجربوا هذه الطريقه، راه كتجي بها شباكيه دغيا كتنسجم وكتجي معلكه فاش كطيب. وهذه المرحله مهمه، نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وردوا عليا في التعليق. صافي كما كتشوفوا الدقيق راه انسجم مع الخليط. هنايا درت كاس ديال الماء سخون، ضفت ليه نص معلقه صغيره ديال الزعفران الحر، عندي انا مطحون. غنخليه حتى يبرد، عاد غنضيفو، ما نضيفوش سخون. الا ما عندكمش الزعفران حر ديروا ضامه ديال الزعفران. وضفت نص كاس ديال ماء الزهر ومعلقه كبيره ديال الخل. صافي غنعجن هاد المكونات هادو ونبقى نزيد الماء بشويه. نبقى نزيد معلقه ديال الماء بمعلقه باش ما نفوتوش القياس ديال الماء وتجينا جاريه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك للقناه فضلا وليس امرا، باش نبقى ديما ان شاء الله نحط لكم الجديد. صافي غنستمر نعجن العجينه ونبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى نحصل على القوام ديال العجينه. ما تكونش قاصحه بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه. صافي كما كتشوفوا راه العجينه شاده في راسها، يعني ما جارياش وما قاصحاش كما كتشوفوا القوام ديالها. صافي غنكورها كويرات ونحاول انني نديرهم متساويين. صافي غنقسمها على 8 ولا على 6، مهم يكونوا متساويين. صافي بعد ما نساليهم غنغطيهم بلاستيك باش ما ينشفوش، وغنبدا بالاولى ندلكها ونبسطها كما كتشوفوا في الفيديو. غندلكها شويه وغنطويها على 3، بهكا كتجيكم شباكيه مورقه وكتجي مجعبه. صافي غنستمر تنسالي دوك الكويرات كاملين، وعاد نخليها 21 دقيقه باش ترتاح، وعاد نبدا في التشباك. صافي بعد ما دازت 20 دقيقه بديت بالقطعه الاولى، قسمتها على 2 باش تجيني سهله في الخدمه. نقسموها على 2 ولا على 3 على حساب نتوما والجهد ديالكم. صافي قسمتها على 2 وغندلكها مزيان.
تتولي رقيقه كما كتشوفوا، راها رقيقه هكا باش تجيكم ناجحه وتجي مجعبه وتجي شباكيه مجعبه. صافي انا هنايا درت قطعتها بهاد القطعه هذه، الصراحه زوينه، قديتها بها العام اللي فات، نفعتني، كتجيك متساويه. صافي هنا داكشي اللي شاط غنديروه في بلاستيك وما نخليوش تنشف. صافي هنايا غنوريكم الطريقه ديال التشباك ساهله، كنقطعوها على 5 وكنديروا 2 على 2 وكيشيط لينا واحد، كندوروها للخلف. صافي كنقرصوا ديك القناه كما الا تبعتوا هذه الطريقه راه غتجيكم ساهله في التشباك، عمركم ما غتلقاو معاها المشكل. صافي غنوريكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان. كنطويو 2 على 2، هذاك اللي بقى كندوروها للخلف، كنقرصوا دوك القناه كما كتشوفوا، كنضغطوا مزيان باش ما يتحلوش، وكنقلبها وكندخل داك الوسط من التحت وكنقرص ديك الجنيبات. راه غير ملي كتقرصوا ديك الجنيبات الاولين كتبان لكم الشكل كيفاش غيتقاد. صافي غنستمر تنسالي الكميه اللي عندي. نتمنى تجربوا هذه الطريقه وتنجح معكم، وراها سهله، طريقه سهله، غير غتبداو فيها وغتقاد بوحدها. هنايا درت لكم طريقه اخرى سهله على الاولى، كديروا شرائط طوال هكا يكونوا متساويين، وكنديروا 5 ديال الاشرطه غنقطعهم بحال هكا يكونوا متساويين وغنقرص دوك الجوانب. هذه طريقه سهله وكتجي حتى هي قاضيه الغرض، يعني اللي ما كتعرفش تقد الطريقه الاولى بهذه الطريقه غتقدي الشباكيه ويجي شكلها زوين هكا كما كتشوفوا، طريقه سهله. صافي غنستمر تنسالي الكميه اللي عندي. انا استعملت ديك الطريقه الاولانيه باش شبكت الشباكيه كامله. صافي بعد ما ساليت الكميه ديال العجينه اللي عندي درت زيت سخون. ما ديروش الزيت سخون بزاف، ديروها تسخن غير شويه وديروا الشباكيه، حيت الا درتوها سخونه بزاف دغيا كتخطف لكم الشباكيه ودغيا كتحرق. تكون الزيت سخونه شويه وما تكونش عاوتاني بارده، حيت الا الزيت بارده الشباكيه كتحل لكم. ديروا شويه الزيت، جربوها بحال هكا بطريف صغير، ملي تبان لكم راها بدات تسخن صافي ديروا الشباكيه طيب. صافي غنحيد القليه الاولى درتها في العسل وغنخليها في العسل طيب ليا القليه الثانيه، وهكا غنستمر تنسالي الكميه ديال الشباكيه اللي عندي. واللي تفرج في الفيديو توصل لهنايا تنقول ليه شكرا بزاف. هذا هو الشكل ديالها، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا تبارك الله راها مجعبه وهشيشه. والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالخير وبالهنا يا ربي والصحه والسلامه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.